الرحمن الرحيم ومن برنامج صوت الحياة. احنا شفنا النهارده القاعة ممتلئة جايين يكرموا الدكتور محمد قورة. عرفنا بنفسك. أنا سيد عبد العال. جاي النهارده ليه؟ عشان نكرم الدكتور محمد قورة. وتقول له ايه؟ أقول له ألف مبروك، وهو راجل محترم وقعد معانا سنة والأمور كلها تمام. بالنسبة لي أنا كنت أمين المخزن، كان بيوفر لنا أغلبية الطلبات للمستشفى. هو ما انه مدير مستشفى كان سلس كده وطيب ولا كان شديد وناشف؟ لا سلس جدا، وبياخد الأمور بواقعية وبيتصرف في النواقص إن شاء الله من حسابه الخاص. ربنا يكرمه ويكرمنا. كل سنة وانت طيب. تقول ايه حضرتك؟ اتفضلي. النهارده انت جاي في دكتور من عندكم المستشفى طبعا طالع معاش، وكل جاي النهارده يهنوه ويباركوا له، لان سن المعاش سن الكرامه والسن اللي بيخرج فيه لدنيا جديده. والله دكتور محمد من الناس المحترمين اللي انا يعني مع بعض في المستشفى بصفتي مسؤول قبل المستشفى طبعا. المده اللي هو قاعد معانا فيها في المستشفى او اللي احنا خدمنا معاه في المستشفى راجل كويس جدا، محترم جدا، سلس، وطبعا القياده فن وليس بالعصبيه ولا باللين. كان بياخد الامور بيحاول ان هو يمشي العمل، بيرضي الجميع طبعا. يكفي ان هو تحمل المسؤوليه، يعني تحمل المسؤوليه دي حاجه يعني الانسان مسؤوليه، يعني وانت قلت له النهارده ان هو قد المسؤوليه. حاجه كبيره طبعا، تحمل المسؤوليه حاجه كبيره. يكفي ان هو يعني كان رحيم مع الناس، فاحنا طبعا بنشكره وبندعي له بالتوفيق وربنا يوفقه يا رب. وهو من الناس المحترمين فعلا، كلام مش مجامله، حقيقي بجد يعني. كل سنه وانت طيب.